اسباب تجديد عقد امام عاشور للنادي الاهلي اسباب كتير، واهمها ان الاهلي في مباراه برشلونه في كاس اخوان جمبر ركن امام ال 90 دقيقه ما لعبوش دقيقه واحده. كمان الاهلي في اول مباراه في الدوري واهم لاعب عندك تركنه ما بتلعبوش اصلا. انت كده بتوصل للاعب بتقول له انا ما عنديش النجم الاوحد، الفريق كله نجوم، هتتمرد عليا، مكانك هيكون الدكه، عايز تمشي يا مرحب بيك. كمان حسين عموته مدرب حازم ما عندوش النجم الاوحد، قال لك انا كل اللعيبه عندي نجوم واللي يأدي هو اللي يلعب، مش هتأدي معايا او هتتمرد عليا، مالكش مكان في تشكيلتي. امام رضخ لمطالب اداره النادي الاهلي واشترى حب جماهير النادي الاهلي، وجدد المطالب اللي قدمتها ليه الاداره، ان اداره الاهلي عملت سقف جديد للرواتب. الامام جدد للنادي الاهلي 4 سنين 25 مليون في الموسم مع 10 مليون حوافز، والاعلانات بقى على حسب اداره الاهلي هتسيب لك اعلان او لا، ما بقتش ملزمه في العقد. كمان كابتن محمود الخطيب كان في التتش وقابل امام عاشور وقعد يهزر معاه وما قالوش على حوار التجديد والحكم، قال له انت جددت يا ابني ولا لسه؟ قال له هجدد حاضر يا كابتن. امام عاشور كان في مدينه نصر وابوه قال له يا ابني انا رايح دلوقتي لمقر النادي الاهلي وتجيني ومش هنمشي غير لما نجدد باي سعر. وبالفعل امام راح لابوه واجتمعوا مع بعض وراحوا جددوا. وافضل صفقه عملها النادي الاهلي السنه دي هو الدكتور عصام. الدكتور عصام عامل شغل في لجنه التعاقدات، اقسم بالله شغل عالي جدا، شابوه للراجل ده، يستحق مننا الاحترام وتحيه عسكريه ليه. لايك للفيديو واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.